بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهارده في الفيديو هنشرح الحاجة اللي أنتم كنتم منتظرينها الconnection. نشوف إزاي Power BI بيconnect مع الdata، عشان في 3 طرق أساسية إحنا اتكلمنا عنهم قبل كده، بنحتاجهم عشان خاطر نقدر نconnect الdata مع Power BI. كنت قُلتهم لك في البداية خالص، مش فاكر أنت ممكن تكون فاكرهم والّا نسيتهم. أول طريقة وقُلنا دي طريقة الimport، تمام؟ عشان كل طريقة من دُولة ليها مميزاتها وليها عيوبها، فهنشوف إيه مميزات كل طريقة وإيه عيوبها. أول حاجة معانا وهي import، دي الطريقة الأولى. تاني حاجة معانا وهي direct query، وتالت حاجة معانا وهي الlive. طب إيه مميزات كل طريقة من دُولة وإيه عيوبها؟ import دي حضرتك تعبت منها، إحنا ذكرناها كتير جدًا. طب إيه هي مميزاتها؟ قال لك إن هي fast، سريعة جدًا. أنت واخد بالك إزاي؟ طب ليه سريعة؟ اللي أنت ما تعرفهوش لمّا أنت بتيجي تimport الdata وتقول له get data كده from excel كمثال، أيًا كان المثال مش فارقة، تمام؟ ورُحنا جبنا الdata أهو كمثال كده ودوست له open، هو راح عمل إيه؟ هو راح خد copy من الdata، تمام؟ وراح حطّها عنده فين؟ راح حطّها عنده على الإيه؟ على الpower BI. يعني هو ما حمّلش نَفْسه إن هو إيه، يروح ياخد الdata كلّها ويحمّلها عليه، لأ هو ما عملش كده. أُمّال هو عمل إيه؟ قال لك لأ أنا خدت من الdata copy، والcopy اللي أنا خدته من الdata دوّة حمّلته عندي على الpower BI. عشان كده أنت كل مرّة لو جينا بصّينا هنا على الdata source، كل مرّة حضرتك لمّا بتيجي تعمل refresh بتروح تعمل request تاني للملف دوّة، يشوفه موجود والّا لأ. أول ما يشوف هو موجود والّا لأ، يروح ياخد copy جديدة، نسخة جديدة منه، النسخة المحدثة بقى، النسخة اللي فيها الdata الجديدة. عشان كده كل مرّة لمّا أنت تكون عايز الأرقام تبقى متحدثة أو ظاهر آخر update ليها، بتضطر تروح تدوس refresh هنا. خدت بالك؟ لإن هو واخد نسخة. وضحت دي كده بالنسبة لك؟ طب ماشي. فإحنا قُلنا إن هو fast عشان خاطر بياخد copy، فالحاجة كإنها موجودة جوّه بيتي، تمام؟ وده أدّى طبعًا لإن يبقى في إيه، قال لك ده أدّى طبعًا إن في performance أفضل، ما هو طالما fast يبقى هيبقى performance أفضل، تمام؟ ونقطة مهمة جدًا، إيه اللي هيبقى أفضل كمان؟ model كمان أفضل، اللي هو data modeling أفضل، وهيبقى DAX أفضل. يبقى وضحت كده بالنسبة لي. يبقى هو الimport هيدّيني fast performance وmodeling أفضل وDAX أفضل. طب إيه العيوب بقى؟ قال لك data not live. يعني إيه not live؟ يعني ممكن التحديث يحصل والdashboard ما يتحدثش عندي عادي، لازم أدوس refresh، لازم دايمًا أدوس refresh، يا إما هاعمل حاجة اسمها scheduled refresh هابقى أوريها لك قدّام النهارده في الفيديو ما تقلقش، تمام؟ فلازم زرار الrefresh تفضل موجود عليه. طب واحدة من الحاجات بقى اللي أنت ممكن ما تكونش عارفها غير موضوع الrefresh ده، قال لك إن هو can't handle big data. يعني إيه؟ ما يقدرش يتعامل مع البيانات الكبيرة. يعني عندك Excel، ما هو الExcel آخره يشيل مليون رو، الCSV آخره يشيل 5 مليون رو، فهو ما يقدرش يتعامل مع البيانات الكبيرة أوي، ده آخره. طب إنما بقى الdirect query، قال لك direct query ده بقى اللي هو إحنا هنشوفه منين دلوقتي أهو. تعالَ أورّيك هو منين لحد ما نيجي نتعامل بيه دلوقتي حالًا. هاجي هنا كده وأقول له SQL server، وهالاقي في option هنا اسمه direct query، هنتعامل بيه ونفهمه أكتر. بس الdirect query إيه هي المميزات بتاعته؟ قال لك والله من أهم مميزاته إن هو live، التحديث اللي هيحصل هيسمّع عندك في data على طول في ساعتها، فأنت ما تقلقش من الحتّة دي خالص، تمام؟ إيه تاني؟ قال لك والله can handle big data، بيقدر يتعامل مع البيانات الكبيرة. طب ليه؟ لإن هو أصلًا connected بالdatabase، ما هو أصلًا بيبقى connected بالdatabase وبيبقى connected live. وسرعته slower أهو، أبطأ. ليه أبطأ؟ لإن سرعته متحكم فيها سرعة الdatabase. والله لو الdatabase بتاعتك سريعة والراجل اللي عاملها لك كويس، أو الdata engineer اللي عاملها لك زي الفل ومش عارف إيه، والدنيا كويسة والmodeling اللي فيها كويس والكلام ده كله، يبقى الpower BI هيبقى سريع معاك. الdatabase بتاعتك بطيئة، يبقى الpower BI هيبقى بطيء معاك. فسرعتها بتتحكم فيها سرعة الdatabase نفسها. إيه تاني من ضمن العيوب؟ قال لك من ضمن العيوب إن هي limited DAX. يعني إيه limited DAX؟ يعني مش كل معادلات الDAX اللي أنت كنت بتقدر تستخدمها تقدر تستخدمها. يعني مثلًا كمثال، لو إحنا جينا استخدمنا الtime series DAX زي مثلًا year over year analysis والحاجات time add والحاجات اللي إحنا كنا بنستخدمها دي، لو جيت استخدمتها هنا في الdirect query لأ هتقابلك مشاكل، الموضوع مش هيبقى سهل. طب ليه؟ ما هو كل حاجة في الدنيا ليها ميزة وعيوب. ما هو أنت لمّا حضرتك أنت عارف هو هنا بيتعامل في الdirect query إزاي؟ في الdirect query حتى من اسمها direct query، هو بيروح يكتب query لكل أمر أنت بتعمله.
يعني ايه مش فاهم؟ يعني حضرتك عندك الداتا فيها يناير وفبراير ومارس، تمام، وفي البيانات بتاعتك كلها. لما انت تيجي تروح تفلتر على شهر يناير، بيروح يكتب كويري سيكوال كويري زي اللي انت بتكتبها كده، ويروح يبعتها للداتابيز، والداتابيز ترد عليه. لما تيجي ترد عليه يظهر لك الحاجه. فهمت يعني ايه؟ ما هي الداتا لايف، هو عايز يفضل دايما ان الحاجه لايف، اللي بيحصل دلوقتي بيترد عليك في نفس اللحظه. فعشان كده بيقعد يكتب كويري ويكتب حاجات ومش عارف ايه. فعشان كده اللي بيتحكم في سرعتها مين؟ بيتحكم في سرعتها سرعه الداتابيز بتاعتك. طب ايه النوع التالت بقى؟ لايف. لايف ده هو لايف فعلا زي ما احنا قلنا، بس مش زي الدايركت كويري. ليه؟ لان قال لك اللايف ده عباره عن حد باني موديل. يعني احنا زي ما هنيجي نشوف كده هنلاقي ان حد باني مثلا، زي كمثال هنا باور بي اي سيمنتك موديل، حد باني موديل، تمام، وبيبقى الداتا كونكتد بالباور بي اي بشكل لايف، ففي موديل مبني، انت فاهم؟ انما مش زي الدايركت كويري بيروح يجيب الداتابيز على طول ولايف والكلام ده كله، لا، بيدور على الموديل الجاهز. يعني هو بيبقى في موديل جاهز هو بيدور عليه. طب ايه مميزاته؟ قال لك على قد ما هو فكره ان هو لازم يبقى في موديل جاهز، تمام. يعني خلينا نحط الموديل الجاهز هنا كفكره، بقول لك نحطها في العيوب ولا المميزات. بس ايه مميزات اللايف كونكشن؟ قال لك والله سيف، امن، لان انت بتربطه على طول بالداتا، وبيبقى فيه موديل موجود، تمام، وكنترول افضل. زي ما هنشوف النهارده ان شاء الله هتفهم يعني ايه كنترول افضل. ايه تاني؟ قال لك والله ده مناسب جدا لمين؟ للناس اللي بتستخدم بقى فابريك وبتستخدم باور بي اي سيرفيس ومش عارف ايه والكلام ده كله. يعني مين؟ بيج كومبانيز، الشركات الكبيره. يعني نقدر نقول كوربريتس، مش بس كومبانيز كمان. طب ايه تاني؟ قال لك والله البيانات دايما محدثه، يعني اهو لايف، زي ما احنا جينا قلنا هنا نفس الحكايه في الدايركت كويري في حته اللايف دي. طب ايه عيوبه؟ قال لك مش فليكسبل. طب ايه عيوبه؟ قال لك نو flexibility. يعني ايه no flexibility؟ والله ما فيهوش مرونة، ما فيش مرونة في التعامل معاه. يعني ايه؟ يعني احيانا ما بتقدرش تعمل جداول جديدة، ما بتقدرش تعمل موديلز جديدة، علاقات جديدة. بعض انواع من الداكس هي اللي بتقدر تستخدمها، وده بيعتمد على شخص وفريق، مش حاجة كده يلا هيصة، انت فاهم؟ لو انت بتشتغلها لوحدك او كده، لا، ده ساعات بتعتمد على فريق كامل هو اللي يكون شغال عليها معاك. فاحنا والله هناخد جولة النهاردة ونمشي جوه نوع نوع. هو الامبويت هو اقل نوع هياخد مننا وقت، عشان خاطر ده انت عارفه، انت اصلا مشيت فيه كتير. انما عايزين نخش نفهم الدايركت كويري اكتر، نخش جوه اللايف ونفهمه اكتر. تعالى طب نشوف كده البروسيس بتاعه الامبويت بتبقى ماشيه ازاي، عشان خاطر هنحتاجها قدام دلوقتي. الامبويت بتروح تجيب الداتا منين؟ من الداتا سورس، ماشي. بعد ما بتجيب الداتا من الداتا سورس، قلت لك ايه اللي بيحصل؟ بتروح تاخد كوبي منها. فخلاص الامبويت مش هيبقى ليها علاقه بعد كده بالداتا سورس، هيبقى ليه علاقه بايه؟ هيبقى ليه علاقه بس ساعتها بالكوبي الداتا اللي هي راحت ايه؟ راحت جابتها. انما ملهاش علاقه بالداتا سورس. فخلاص لو اي حاجه اتحدثت بقى ساعتها في الداتا سورس مش هتسمع. يعني احنا عندنا هو مثلا كمثال، لو جينا بصينا على البرودكت نيم وعايزين نجيب الكاونت بتاعه، تعال نجيب الكاونت كده، عدد الايه، ونحطها هنا، وهيجيب لي لا مش الفيرست، احنا عايزين الايه، الكاونت. اهو عندي كام رو؟ 40 رو. لو جيت رحت عدلت في الداتا الاصليه نفسها في البرودكت نيم اهو، وجيت عملت ايه؟ والله جيت ضفت برودكت نيم اهو، كتبت هنا كلمه سمارت ووتش كمان، سمارت ووتش، تمام. المفروض انا ضفت برودكت نيم، صح؟ فالمفروض يكتب لي هنا ايه؟ انا بقى عندي 41 برودكت. لا مش هيحصل كده. ليه مش هيحصل كده؟ لان هو راح للداتا كوبي، جاب منها البيانات وخلاص وعمل لها امبورت. طب لو انا عايزه يرجع تاني يروح للداتا سورس، قال لك اه لو عايزه يرجع تاني يروح للداتا سورس، يبقى حضرتك محتاج تعمل ايه؟ محتاج تعمل ريفرش. ساعتها يظهر لك ايه؟ عدد الروز الجديد او الحاجه اللي حصلت جديده. وركز طبعا ان انت تدوس كنترول اس وانت هنا، او تعمل سيف بعد ما تعدل اي حاجه، عشان خاطر تسمع معاك فين؟ في الباور بي اي. طب هل في حل ان انا الريفرش ده مش كل شويه اقعد ادوس عليه بشكل مانيوال؟ قال لك والله اه في حل، بس مش جوه الباور بي اي. امال جوه ايه؟ جوه الباور بي اي سيرفيس. فاحنا هنقول له باور بي اي سيرفيس عشان خاطر يدخلني على الايه، الباور بي اي سيرفيس اكونت. وعايزك تبص معايا جوه الباور بي اي سيرفيس لان انت هتحتاجه. انت تحتاج الباور بي اي سيرفيس لان احنا هنشتغل عليه قدام باذن الله. لو جيت بصيت على الداشبورد دي وانا عايز اخلي، ازاي اقدر اخلي الريفرش يحصل لي بشكل اوتوماتيك كل شويه؟
طب أنا كنت داخل هنا عشان خاطر إيه؟ والله عشان أعمل حاجة اسمها scheduled refresh، بحيث إن هو كل شوية يعمل لي refresh بشكل أوتوماتيك بدل ما أضطر إن أنا إيه، أدوس refresh. ووضحت لك إن ده بيحصل جوه الباور بي اي سيرفيس، إنما ما بيحصلش جوه الباور بي اي إيه، ديسكتوب، مش هينفع. عايزك تحفظ شكل الباور بي اي سيرفيس عشان خاطر لما نيجي نخش عليه ان شاء الله قدام كذا مره تقدر تعمل واحد مجانا لمده محدده، وبعد كده بيخصم منك ايه، فلوس، بس بيقعد معاك ترايل 60 يوم، فرقم كويس جدا. طب ايه حوار السكاجوالد ريفريش؟ قلت لك ريفريش بيحصل في وقت معين انا بقدر احدده. لو جينا دخلنا جوه كوتونيل داشبورد مثلا هنا، بص في اوبشن بيظهر هنا ايه، ريفريش اللي هو العادي، في سكاجوالد ريفريش. لو جينا دوسنا على سكاجوالد ريفريش بص كده معايا، المفروض الاول قبل ما تعمل اي حاجه بيبقى جيت واي اند كلود كونكشنز، يعني داتا بتبقى موجوده عندك ومعمول لها جيت واي. ليه لازم يبقى فيه جيت واي كونكشن؟ عشان خاطر لازم الداتا بتاعتي تبقى مرفوعه على كلاود، يعني الداتا بتاعتي لازم تبقى على كلاود علشان خاطر اقدر اعمل لها جيت واي كونكشن. وبعد ما بعمل لها جيت واي كونكشن بقدر ان انا ايه، اجي هنا على اوبشن ريفريش، خلاص اقدر افعله واقدر اقول له الريفريش فريكوينسي يحصل لي ديلي، والتايم اختار اي وقت انا عايزه، واخد بالك؟ فلسه هنتكلم شويه برضو عن السيمنتك موديل، فما تقلقش. خلينا دلوقتي من غير ما نتكلم عن السيمنتك موديل ومن غير ما نتكلم عن الباور بي اي سيرفيس، عشان خاطر احنا لسه ما اتكلمناش فيهم بالتفصيل وما فهمناش ايه هو الباور بي اي سيرفيس اصلا ولا دخلنا جواه. ماشي، فكده فهمنا ان الامبويت لازم يعدي الاول بالريفريش علشان خاطر ايه، يقدر يشتغل. طب تعالى نجرب بقى النوع التاني، وهو الدايركت كويري. الدايركت كويري بيمشي ازاي البروسيس بتاعته؟ اول حاجه قبل ما اقرر ان انا اعمل اي حاجه ليها علاقه بالدايركت كويري انا محتاج افتح السيكوال عندي، تمام؟ علشان خاطر الدايركت كويري بيتربط بداتابيز، بيتربط بقاعده بيانات، يعني ما ينفعش يتربط بشيت اكسل او كده، لا ما ينفعش، لازم يتربط بايه، بقاعده بيانات او داتابيز. عشان خاطر زي ما قلت لك هو بيروح يعمل ايه في الخلفيه، هو في الخلفيه لما حضرتك بتيجي تفلتر على يناير بيكتب كويري يروح يبعتها للسيكوال، السيكوال يرد عليه يروح يجيبها لك، فعشان تفضل لايف على طول. وهنشوف شكل الاختلاف ما بين الدايركت كويري وما بين الايه، الامبورت العادي. لو جينا دخلنا جوه باور بي اي وجينا قلنا له جيت داتا، وقلنا له والله عايزين سيكوال سيرفر اهو، وجينا قلنا له السيرفر هيبقى اسمه ايه، السيرفر هنجيب اسمه دلوقتي اول ما الداتابيس تفتح معانا، نروح نجيب له اسم السيرفر من السيرفر نيم اهو، تمام؟ هناخدها كوبي كده ونيجي نحط له هنا ايه، اسم السيرفر. مجرد ما اجي ادوس اوكي، اوعى تدوس اوكي بقى، اوعى تدوس اوكي، استنى، دي امبورت اهو، داتا كونكشن مود امبورت، زيها زي الطريقه التانيه كاننا زي ما بنعمل ملف اكسل او اي ملف احنا عايزينه، انما احنا عايزين اوبشن ايه، الدايركت كويري. الدايركت كويري هو كده خلاها لايف. اول ما اجي ادوس اوكي ويجي يقول لي اختار الداتابيس بتاعتك، تعالى نختار الداتابيس بتاعتنا اهي، وهنختار الكاستمر، وهنختار السيلز اوردر ديتيل، وهنيجي نختار الاتنين دولت ونيجي ندوس لود. بس خلي بالك انت لما بتيجي تدوس لود هو بيجيب لك الداتا بشكل دايركت، ما تفتكرش ان هو يروح يحملها لك وياخد لك منها كوبي والكلام ده كله. بيقول لي خلي بالك بوتنشال سكيورتي ريسك وانت متاكد والكلام ده كله، اقول له اه عادي مفيش مشكله. هيبدا يروح يجيب لي الداتا، تمام؟ ومش هياخد منها كوبي، وهنشوف دلوقتي المنظر مختلف. من الميزه طبعا ان انت بتقدر هنا عندك جوه الباور بي اي ان انا رحت جبت داتا بطريقه الامبورت ورحت جبت داتا بطريقه الدايركت كويري، فما فيش اي مشكله بالنسبه له. لو جيت دخلت دلوقتي جوه الداتا موديل فيو بص الشكل اختلف ازاي، بص اهو، طبعا الاتنين اتربطوا ببعض عشان في علاقه ما بينهم. ده شكل الداتا العادي، واخد بالك اهو، ده شكل الداتا العادي اللي انا جايبها بالامبورت. بص منظر الداتا اللي انا جايبها بالدايركت كويري منظرها مختلف. طب انت مش مصدقني ان الطريقه دي انا جايب بيها الدايركت كويري؟ بص لو دوست على العمود هنا وجيت نزلت تحت على ادفانسد، فتحت ادفانسد هتلاقي بيقول لك الايه، الاستورج مود دايركت كويري. شايف شكلها مختلف ازاي هنا، المكعب وسهم رايح جاي، عن هنا شكل داتابيز. طب اقدر احول الدايركت كويري ان هي تبقى امبورت عادي؟ يقول لك اه مفيش مشكله، اقدر دلوقتي اروح على الكاستمر ده واخليه بدل ما هو دايركت كويري خليه ايه، امبورت عادي. مجرد ما اجي ادوس كده ايه اللي هيحصل، هيبعت لي باور بي اي يقول لي خلي بالك انت عايز تعمل كده، انت متاكد مش عارف ايه. ليه بيقول لي كده؟ لان مجرد ما اقول له حوله لي الانبويت مود شكله بقى زي التاني اهو، وما بقدرش ارجع في قراري تاني، خلاص طالما اتحول الانبويت مود ما اقدرش ارجعه ساعتها للدايركت كويري. فدي واحده من الحاجات اللي مهم جدا تعرفها، ان الدايركت كويري شكلها في داتا موديل مختلف. حاجه كمان ايه هي، لو جيت دخلت في الداتا فيو
الجوميا ظاهرها لي اهي. الداتا اللي هنا اللي هي بتاعت الكاستمر اللي احنا خليناها امبورت اهي ظاهره عادي مفيش مشكله. انما الداتا التانيه اللي هي بتاعت الاوردر اللي احنا جايبينها دايركت كويري قال لي this table cannot be shown because it's not import mode. خدت بالك؟ هو مش واخد كوبي من الداتا، هو مش شايف الداتا، هو بيروح يتخاطب على طول مع مين؟ مع الداتابيز. فهو اللي فاتوا دولت هو واخد منهم كوبي في الامبورت مود، انت واخد بالك؟ انما هنا مش واخد كوبي، هو بيتخاطب على طول مع الايه، مع الداتابيز. طب تعالى نتاكد والله من الكلام ده حقيقي ولا لا. تعالى نيجي هنا ونيجي نقول له عايزين نروح نجيب، تعالى نجيب اي انفورميشن من هنا. تعالى نروح نجيب الاكونت نمبر كده كمثال اهو، ماشي. وتعالى نجيب الكاونت بتاعه، واجي اقول له من هنا كده كاونت. انا عندي كام اكونت نمبر؟ والله انا عندي اهو 32 اكونت نمبر. ماشي، الاكونت نمبر اللي قدامي دولت، طب انا عايز اتاكد هل الداتابيز اللي قدامي دي فعلا لايف ولا لا. اتاكد ازاي؟ والله تعالى نخش كده جوه الداتابيز ونقول له كونكت، ونعدل حاجه، نعدل حاجه من الاكونت نمبر دولت، ونسمي اكونت نمبر من الاكونت نمبرز اللي قدامي باسم ايه، باسم مازن او باسم اي حاجه مفيش مشكله. ونيجي على الداتابيز عادي اهو، ونقول له نيو كويري. لو دخلنا على الاي كوميرس كده وجيت دخلت على التيبل، طبعا انت يفضل ان انت تبقى فاهم داتابيز والكلام ده كله عشان تبقى فاهم انا داخل على ايه، وما تحسش ان الموضوع غريب بالنسبه لك. وحتى لو مش فاهم انت هتؤدي الغرض وهتفهم المره دي. بس سيكوال واحده من الحاجات اللي لازم تعلمها، لازم، يعني ده مش اختيار. ماشي. عايزين نعمل edit على السيلز اوردر هيدر، ونيجي نقول له edit توب روز. عايزك تاخد بالك من حاجه، ان يفضل طبعا انت تبقى عارف سيكوال والكلام ده كله، عشان خاطر سيكوال انت لازم هتحتاجه، لازم هتحتاجه، فمهم جدا ان انت تكون عارف سيكوال. تعال نشوف الاكونت نمبر بتاعنا موجود فين. الاكونت نمبر اهو. تعال نعدل ده مثلا ونسميه ايه اهو، نسميه مازن كمثال. هو كده كده نوع الداتا فيه ايه، تكست، فمفيش مشكله اهو، اتعدل بالفعل وبقى اسمه مازن. تعال نروح كده على باور بي اي. ايه ده، ما تعدلش. طب هو ما تعدلش ليه؟ طب تعالى كده تاني اهو، نيجي نجيب بار تشارت مثلا، ماشي، ونيجي نحط فيه الاكونت نمبرز، ونيجي نحط قدامه ايه مثلا، السب توتال. هتلاقيه جاب لك كل سب توتال قدام كل ايه اكونت نمبر، وراح جاب لك مازن. طب ما هي مازن موجوده اهي، يعني معنى كده ان هو قاري الاكونت نمبر اللي اسمه مازن. انما هنا ايه، مش قاري الاكونت نمبر اللي ايه، مش قاريها، جايب الاكونت نمبرز القديمه. طب ايه السبب؟ قال لك تعالى اقول لك بقى السبب. ان البروسيس بتعدي بايه، بالدايركت كويري. في الدايركت كويري احنا بنعدي بالبروسيس دي، او دايركت كويري. بيجي ايه اللي يحصل، تعالى نعمل مسافه عشان خاطر ما يقعدش يعمل لنا ايرور والوجع الدماغ ده. بيجي ايه اللي يحصل، كان الاول الامبورت بتروح تجيب الداتا منين، من الكوبي الداتا. ما بتلجأش ان هي ترجع لداتا سورس من اول وجديد الا في شرط واحد، ان انت لما تيجي تدوس ريفرش. انما هنا في الدايركت كويري قال لك مش بتروح بقى الكوبي داتا، هي ما بتاخدش كوبي داتا، بتروح للكاش. كل فيجواليزيشن من دولت بيبقى ليه كاش. ليه بيبقى ليه كاش؟ علشان خاطر هو ما ينفعش ان هو ايه، كل شويه يروح يرجع لداتا سورس، كل شويه يروح يرجع لداتا سورس. لا، هو يرجع للكاش بدل ما يروح يرجع للايه، للداتا سورس. لان لو قرر ان كل مره من الدايركت كويري نروح للداتا سورس، ده لو انت عندك داشبورد فيها تشارتات كتيره والكلام ده كله، واكتر من يوزر بيستخدم الكلام ده كله، هتلاقي الداشبورد وقعت، حصل لها كراش. فهو كل تشارت من دولت بياخد له ايه، بياخد له كاش. ليه بياخد له كاش؟ علشان خاطر يقدر يرجع له على طول اهو. بص، المسافه لما يجي يرجع من هنا، من الدايركت كويري او من التشارت نفسه للكاش، او تعالى بقى ما نقولش الدايركت كويري كده، احنا عايزين نقول هنا تشارت. تمام، التشارت بدل ما يجي يروح كل شويه يرجع للداتا سورس، يقعد كل شويه يطلب الريكوست منها، لا ده اقرب ليه على طول ان هو يطلبها من الكاش ويرجع، يطلبها من الكاش ويرجع، عشان يفضل ايه، يفضل سريع وما تلاقيش الداشبورد وقعت منك. طب انا ايه اللي بيحصل؟ قال لك خلي بالك حاجه بقى. هتقول لي طب ما هي كده زيها بقت زي الامبورت، ما هي الحاجه ما بتتحدثش هي في التشارت اوتوماتيك في نفس اللحظه. فرقت ايه بقى دلوقتي كده الدايركت كويري عن الامبورت؟ اقول لك لا فرقت. ايه هي؟ قال لك ان كل مره بتيجي تفتح فيه الملف اه وبتقفل الملف، ايه اللي بيحصل؟ بيبدأ يروح يطلب التشارتات دي كلها من الداتا سورس، ما بيطلبهاش من الكاش. الكاش ده بيتمسح. مجرد ما الكاش ده بيتمسح بيروح يطلب الداتا منين، من الداتا سورس. مجرد ما تيجي تقفل البرنامج او تيجي تفتحه، خدت بالك؟ يعني انا كل مره هاجي اقفل او افتح البرنامج هيعمل لي ايه، هيلغي لي الكاش ده.
فكل مرة هتيجي تفتح البرنامج هيديك الupdated data. إنما في الطريقة التانية في الimport لأ، أنا مش لازم أفتح الpower BI أو أقفله عشان خاطر يديني الupdate. أُمّال هو بيبقى محتاج يعمل إيه؟ لأ، لازم تدوس refresh. طب أنا باقدر أتعامل مع الكاش ده منين؟ قال لك بتيجي هنا على file وتيجي تقول له option and setting، وتيجي تقول له options. مجرد ما بتيجي هنا جوه الdata load هتلاقي في option اسمه إيه؟ clear cache. خدت بالك؟ إحنا عندنا 33.3 ميجا بايت كاش. مجرد ما هاجي أقفل الملف وافتحه هتلاقي الكلام ده اتupdate automatic من غير ما ادوس refresh. إنما في الimport لأ. تعالَ كده نشوف برضه نتأكد من المعلومة عشان أنا مش متأكد. آجي هنا أقول له أهو save as، وأقول له browse، وأقول له سمي الفايل direct، ونيجي ندوس save. مجرد ما جيت عملت save للفايل خلاص أنا ما بقاش في عندي مشكلة، أقدر أقفله. مجرد ما آجي أفتحه من أول وجديد أهو، إيه اللي هيحصل؟ إن شاء الله هتلاقي الdata بقت updated وبقت موجودة بشكل automatic. بُص كده شُفت ظهر إزاي؟ مجرد ما الpower BI فتح على طول. فخلّي بالك برضه حاجة من ضمن الحاجات إن الdirect query ليها limitations في التعامل مع الDAX. الdirect query مش بس بيبقى مش ظاهر هنا الview بتاعها، لأ هي ليها كمان limitations في التعامل مع الDAX، ووضحت بالنسبة لك إن شكلها بيبقى مختلف. تعالَ نشوف النوع التالت وهو الsemantic model. خلّيني أقول لك ليه بقى السبب لمّا جينا عملنا الvisualization هنا كان ظاهر مازن إن في الaccount number إنما ما جاش ظاهر هنا. واحدة من الأسباب الأساسية اللي خلّت ده حصل إن أنت كل مرّة بتيجي تعمل visualization جديدة أو chart جديد بيروح يطلب الdata، فعشان كده ظهرت بالمنظر ده. حاجة كمان برضه من ضمن الحاجات، لو أنا كنت عايز الaccount number فقط، أنا مش عايزه يجيب لي الdata كلّها، باقدر أعمل ده منين؟ لو جينا هنا على transform data ودخلنا على data source، ولو جينا هنا على database وقُلنا له عايزين change source، وجينا هنا هتلاقي في option هنا اسمه advanced إيه، advanced option. advanced option ده عبارة عن إيه؟ advanced option ده عبارة عن إن أنا باقدر أكتب SQL statement هنا عشان أحدد شكل الdata من غير ما أضطر إن أنا أروح أغيّر شكلها جوّه الpower BI أو أعمل أي حاجة. لأ، ده الSQL statement هنا على طول شغّالة علشان خاطر أقدر إن أنا إيه، أجيب الdata بالشكل اللي أنا عايزه. تعالَ نعمل import لحاجة تانية كده عشان خاطر أورّيها لك أكتر. لو جينا دخلنا SQL server وجينا قُلنا له عايزين direct mode، برضه ما فيش مشكلة، ورُحنا جِبنا برضه الserver name بتاعنا أهو، رُحنا جِبناه من هنا خدناه copy وجينا هنا حطينا الserver name، وجينا قُلنا له والله عايزين أنهي database، والله عايزين الdata اللي هي اسمها sales order detail. ماشي، 10/10 ما فيش مشكلة. آجي أقول له أنا عايز آخُد اسمها بالكامل أهي، ونيجي نحطها هنا. واكتب بقى الSQL statement اللي أنا عايزه. أنا عايز إيه؟ والله أنا عايزه يروح يجيب لي الsales level ويجيب لي الline total. إيه الline total ده؟ الline total ده اللي هو الsales يعني. فخلاص هاروح أكتب SQL statement عادية خالص، هاقول له select عايزين إيه؟ والله إحنا عايزين الsales level، sales level وإيه تاني؟ وعايزين الline total. خلّينا بس الsales هنا مكتوبة capital، وعايزين مين؟ عايزين الline total. from طبعًا لازم تبقى فاهم SQL، لإن أنت لو مش فاهم SQL مش هتبقى فاهم إيه اللي بيتكتب ده أصلًا. from مين؟ لازمًا أكتب له اسم الschema sales lt dot sales order detail. تعالَ نتأكد من هنا اسم الschema أهي sales فعلًا lt sales order detail تمام، بس sales هنا إيه capital. طبعًا أنت لو أنت شغال في شركة أنت طبعًا الحاجات دي هتبقى حافظها عن ضهر قلب، لإن أنت بتشتغل عليها كل يوم أو بتشتغل عليها من وقت للتاني، فأنت تبقى حافظ اسم الschema، هتبقى حافظ اسم الحاجات ديّة على طول، مش هتضطر كل شوية تقعد تروح تبُص كده على الdatabase وترجع تاني، لإن أنت هتبقى حافظها. ودي sales level مش sales level. مجرد بقى ما بتيجي تدوس أوكي بعد ما تكون كتبت البيانات دي كلها خلاص بيقدر يجيب لك الdata ساعتها بالشكل اللي أنت عايزه. بالمناسبة أنت تقدر تستخدم الSQL statement ديّة في الinput mode والdirect query، يعني أنت مش لازم تروح تستخدمها في الdirect query، لأ إحنا ممكن نستخدمها في الinput mode عادي ما فيش أي مشكلة. في واحدة من الoptions برضه أنت ممكن تكون ما خدتش بالك منها، لو جينا بصينا هنا على الmodel view هتيجي تلاقي إيه، هتلاقي إن إحنا عندنا دلوقتي شكل الdirect query. لو جينا فتحنا الtable ده طبعًا الinput أنا ما اقدرش أعدّل فيها حاجة خلاص، هي في الadvanced ما ينفعش أعدّل فيها حاجة، إنّما هنا في الdirect query أقدر أعدّل. في option كان معانا هنا تالت اسمه إيه dual.
دول ده عباره عن ايه؟ دول ده باختصار الباور بي اي هو اللي بيحدد يستخدم انهي موديل. طبعا هو بيديك هنا وورنينج. يعني ايه بيحدد يستخدم انهي موديل؟ يعني والله هيستخدم هو الدايركت كويري او هيستخدم طريقه الامبويت. الباور بي اي بيحدد بقى بناء على الفاكتورز بتاعته الداخليه، بناء على الظروف هو بيحطها او معايير هو بيحطها، يبدا يستخدم اللي هو عايزه، اذا كان عايز يستخدم الدايركت كويري او اذا كان عايز يستخدم الامبويت مود. مجرد ما تدوس اوكي هتلاقي الشكل هيتغير لايه؟ ايه اللي هيحصل؟ هتلاقيه عمل لك المربع الاخضر وجواه الشكل بتاع الايه الداتابيز. فبقى يستخدم الطريقتين دول، بقى يستخدم طريقه الدايركت كويري وبيستخدم طريقه الايه الامبويت مود، فبيقدر يستخدم الاثنين ساعتها. طب هل انا ارشح ان انت تستخدم نظام الدول ده؟ لا، ده يفضل ان انت تستخدمه. ما ينفعش تسيب حاجه راجعه للباور بي اي بناء على مزاجه وتخليه هو اللي يحدد. فطبعا نظام غير مرجح بالمره، وما بنستخدموش في ارض الواقع. ايه بقى موضوع السيمانتك موديل وموضوع اللايف كونكشن ده؟ والله بص، الموضوع ده ببساطة حاول تفهمه مني كده. بس دلوقتي أنا عارف إن أنت ما اشتغلتش بيه قبل كده في شركة أو الكلام ده كله، فأنت ممكن يبقى صعب بالنسبة لك تفهمه شوية. إنما هقول لك بيستخدم إزاي وهدفه إيه، ما تقلقش والقصص دي كلها. لو جينا بصينا كده هتلاقي إن إحنا عندنا إيه الديسكتوب ريبورت. الديسكتوب ريبورت ده اللي هو الديسكتوب باور بي اي العادي اللي احنا بنستخدمه. وبعد ما بخلص شغلي خالص برفعه ايه على الباور بي اي سيرفيس اللي هي الببلش. بروح اعمل له ايه ببلش. الببلش ده بيعمل ببلش للريبورت فين؟ على الباور بي اي سيرفيس. الباور بي اي سيرفيس ده لما حضرتك بتيجي تعمل الريبورت ده ببلش وترفعه على الباور بي اي سيرفيس، انا عايز اروح استخدم مين؟ اروح استخدم السيمنتك موديل تاني. فاروح عامل ايه؟ جايبه تاني على مين؟ على الديسكتوب. فاقدر ان انا كل شويه اجيب الداتا بشكل لايف واعدل فيها وتبقى موجوده على طول فين؟ في الباور بي اي سيرفيس. يبقى انا الديسكتوب الداتا موجوده عندي على الديسكتوب، برفعها بعمل لها ببلش، وبعد كده بتبقى موجوده تاني عندي على الديسكتوب، واقدر اي تعديل او اي حد في التيم يعمل اي حاجه هتترفع على نفس السيمنتك موديل، مش بس نفس الباور بي اي سيرفيس وخلاص. طب انا مش فاهم يعني ايه دلوقتي؟ انا عايزك تتخيل معايا كده ان احنا عندنا في الاكسل مثلا كمثال جدول للمبيعات، جدول للعملاء، وجدول للمنتجات، كلهم منفصلين. تمام. السيمنتك موديل بيعمل ثلاث حاجات اساسيه. بيعمل ايه؟ كل عمليه بيع مرتبطه بعميل، وكل عمليه بيع مرتبطه بمنتج، صح؟ فهو من الاخر يعني يفهم معنى البيانات. تمام. العمود ده تاريخ، العمود ده مبلغ، العمود ده عدد، العمود ده منتج، وهكذا. ويبدا يعمل ميجرز ويبدا يعمل حاجات، والموديل ده يبقى موجود عندي اقدر استخدمه واقدر اعمل له ريوز اكتر من مره، مش مره واحده وخلاص. وفي نفس الوقت بقدر ان انا لو احنا اكتر من واحد شغالين على البروجكت اقدر اعرف مين عدل مين عمل الكلام ده كله. والله انا مش فاهم حاجه خالص. تعال اقول لك عشان خاطر الموضوع يبقى بالنسبه لك اسهل، نشتغل في ارض الواقع. تمام. وخليك فاهم ان في بعض الحاجات بتستخدم لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى شغال في شركه كده، او لو انت شغال بالفعل هتبقى مستفيد من الحاجات ديت لو انت شغال على الشركه والشركه بتستخدم حاجه زي الباور بي اي سيرفيس. ماشي. هي لازم تكون في الغالب بتكون بتستخدم باور بي اي سيرفيس لو هي شركه كبيره. ماشي. لو قلنا له جيت داتا فروم اذر سورسز، وقلنا له والله عايزين داتا فروم فولدر، تعال نقول له عايزين داتا فروم فولدر واقول له كونكت. اروح اعمل ايه؟ والله هروح تعالى كده نروح نجيب الداتا بتاعتنا. لو احنا جينا بصينا على الداتا بتاعتنا ديت، ساعات في بعض السيستمز او بعض الحاجات بتقعد تديني كل شهر داتا، كل شهر داتا. فانا عندي ملفات كتيره جدا، فانا مش هقعد كل شويه اقعد كونكت اعمل لكل ملف كل مره كونكت والكلام ده كله. ده انا شرحت لك في حته الباور كويري قبل كده. تمام. بس في حته الكليننج انا دلوقتي مش جاي اكلمك في الكليننج خالص على فكره. تمام. بس انا هعمل كونكت بالفولدر ده كله على بعضه. تمام. وبعد كده ظهر لي الثلاث ملفات، هقول له كومباين على طول. انا مش عايز اخش جوه الباور كويري ولا حاجه، هقول له كومباين اند لود. اعمل لي كومباين للداتا ديت واعملها لي لود على طول. واقول له ايه؟ اوكي. ادمجهم لي كلهم مع بعض ويجيبهم لي في الباور بي اي هنا. في اوبشن او زرار اسمه كومباين بقدر استخدمه على طول عشان يدمج لي الملفات ديت، خصوصا لو هي بتتكرر. تمام. او هي واخده نفس الشكل ونفس الاستراكشر. بص، يناير وفبراير ومارس الثلاثه واخدين نفس الاستراكشر، لان هو ما فيش حاجه بتتغير على مدار الشهور، هي مجرد بس بيانات بتضاف. السيستم بس هو اللي ممكن بيبقى بيعمل حاجه مختلفه. لو جينا جبنا لاين شارت هنا، وجينا قلنا له والله عايزين الكوانتيتي، الداتا اهو، وعايزين الكوانتيتي. ماشي. طبعا انا عندي سنه واحده فعشان كده ايه مش جايب لي غير كوانتيتي واحده. هاجي اقول له ننزل هيروليكي كده،
بالهيراركي ليفل. جاب لي اهو الشهور. لو نزلنا بالهيراركي ليفل تاني هيجيب لي على مدار الشهور، ونوصل كمان للايام. خليها شهور دلوقتي. طب انا عايز اعمل ايه بقى بعدها؟ هعمل له ببلش، هرفعه. ويقول لي انت عايز تعمل سيف. لازم اعمل سيف الاول للباور بي اي قبل ما اعمل ببلش. فتعالى نقول له اعمل لي سيف، مفيش مشكله. خليه هو يعمل لنا سيف. واقول له والله انا عايز اسميه ايه؟ موديل. سميه موديل عادي، مفيش مشكله، وسميه اي حاجه. او سيلز داتا. وادوس سيف، واقول له سيف، واقول له المره دي بقى شارك لي الحاجه فين، ارفعها لي على ماي ورك سبيس. وتاكد ان انت عامل لوجن بالاكونت بتاعك. يعني اتاكد ان انت عامل لوجن بالاكونت بتاعك عشان خاطر تقدر تطلع على الباور بي اي سيرفيس. واقول له ماي ورك سبيس، اعمل لي سيلكت ليها. وبيبدا يبلش الايه، الحاجه. تمام. خلص كده. تعال نخش على الباور بي اي سيرفيس. اول ما نيجي نخش على الباور بي اي سيرفيس خلينا نعمل ريفريش عشان يكون جايب لي الحاجه. لو جينا دخلنا جواه اهو بالمنظر ده، هتلاقيه راح عمل لي ايه؟ راح جاب لي الريبورت اللي انا عملته اهو. وراح كريت لي سيمانتك موديل. خدت بالك؟ لو جينا بصينا على الريبورت كده ودخلنا عليه، هتلاقي ان هو هيجيب لك التشارت اللي احنا بنيناه، اللاين تشارت اللي احنا لسه شايفينه من شويه. فده الريبورت بتاعي. لو جيت رجعت ورا تاني هلاقي السيمانتك موديل اللي هو عمله لي. تعال نخش جواه كده ونشوفه عباره عن ايه. هتلاقي ان هو فعلا جايب لك الداتا اللي احنا اشتغلنا عليها. يبقى جاب لك ايه؟ جاب لك الاستراكشر بتاع الداتا. يبقى السيمانتك موديل ده عمل ايه؟ جاب لي الاستراكشر بتاعت الداتا وحفظها عندي عشان خاطر ايه؟ اقدر ارجع اعمل لها ريوز. لو جينا عملنا هنا اكسبلور وجينا قلنا له اكسبلور ذيس داتا وقلنا له جارت، انا اقدر دلوقتي اعمل اكتر من ماتريكس او اقدر اعمل اكتر من فيجوال. طب برضو اقدر اعمل ايه بيها؟ والله انا بقى شغال مع حد تاني من التيم، او في اكتر من حد شغال على الداشبورد ديت، مش واحد بس هو اللي شغال عليها. فالاستراكشر محفوظه. اقفل ده خالص كأن ده ما شفناهوش قبل كده. ماشي، قفلناه اهو. فتعالى نخش على ملف ابيض خالص ما فيهوش اي حاجه وملوش اي علاقه بالداتا اللي احنا اشتغلنا عليها. لو جينا دخلنا على بلانك ريبورت اهو، وجينا بصينا هنا هتلاقي مفيش اي داتا خالص عندي. انما لو جيت قلت له جيت داتا، وجيت قلت له باور بي اي سيمانتك موديلز، وجيت قلت له ايه السيلز داتا، هيظهر لك كل السيمانتك موديلز اللي انت كنت شغال عليها قبل كده. تمام. احنا عايزين السيمانتك موديل اللي احنا كنا شغالين عليه دلوقتي. لو جيت دوست عليه وقلت له كونكت هيروح يجيب لي ايه؟ الاستراكشر بتاعت الداتا بتاعتي. خدت بالك؟ فانا كده ما بقتش محتاج ان انا اروح امبورت داتا من اول وجديد. الداتا اصلا مش عندي. يعني الداتا عندي ممكن ما تبقاش عندي على الجهاز اصلا. مفيش مشكله، احنا كلنا شغالين على نفس الباور بي اي سيرفيس. وجاب لي الاستراكشر بتاعت الداتا. عشان كده مش هتلاقي الداتا فيو. بص، مفيش الداتا فيو. والداتا دي لايف. ماشي. فمفيش الداتا فيو عندي. والداتا في نفس الوقت الاستراكشر بتاعها كان موجود. ولو جيت بصيت هنا على الداتا موديل هتلاقي شكلها اهو خط ازرق، وعليه جواه شكل الويب، وحواليه دايره كده، والسهم اللي رايح جاي ده ان الداتا جايه من الويب، وفي نفس الوقت ايه؟ لايف. واخد بالك؟ طب ايه كمان؟ لو والله لو جيت رحت جبت الداتا، الديت مثلا كمثال، مش الداتا سوري. وجينا قلنا له والله عايزين نستخدم المره دي كولم تشارت، وعايزين نستخدم الكوانتيتي، الكميات. احنا المره اللي فاتت استخدمنا كوانتي ولا استخدمنا ايه؟ تعالى نستخدم المره دي اليونت برايس. اهو اليونت برايس. وانا جايب له الاسعار. الاسعار كده كده هتفضل ثابته. ماشي. تعالى نروح نستخدم له البرودكت اهو مثلا كمثال. فجبت له الاسعار بالنسبه لكل برودكت. والله اللون الازرق ده اللابتوبات، اللون البرتقاني ده مش عارف ايه، وهكذا. هي مش فارقه معانا دلوقتي الفيجواليزيشن عباره عن ايه. بص هتلاقي ان معظم الاوبشنز في الداتا مقفوله. فانا دلوقتي عملت ريبورت جديد، عملت فيجواليزيشن جديده، ظبطت دنيتي، اقدر اقول له دلوقتي ببلش. طب لما اجي اقول له ببلش هيرفعها لي على فين؟ ما انا كنت قايل له جيت داتا فروم سيمانتك موديل. اقول له سيف عشان هو لازم يحفظ ملف الباور بي اي. واقول له المره دي داتا تيست ملهوش علاقه بالملف القديم خالص، ده ريبورت واحد تاني شغال في اداره تانية. انا شغال في السيلز اناليست، والراجل التاني شغال فاينانشال اناليست. بيرفع الحاجه على نفس السيمانتك موديل. احنا شغالين على نفس الداتا. ماشي. وادوس سيف. بعد ما ادوس سيف هيرفعها على نفس الايه، الورك سبيس بتاعتنا. ويدوس سيلكت. ايه اللي هيحصل؟ هيعمل لها بابلشنج على طول ويوديها على هناك على طول على الباور بي اي سيرفيس. مش هيحتاج ان هو يرفع السيمانتك موديل ويعمل سيمانتك موديل من اول وجديد. لو جينا دخلنا هنا ورجعنا خطوه لورا وجينا دوسنا ريفريش اهو. بص، تعالى نرتب الداتا بس بناء على الايه، اخر حاجه احنا اشتغلنا عليها. تمام. لو جيت بصيت هنا
هتلاقي ان السيمانتك موديل اهو واحد، انما الريبورتات، الريبورتات اتنين اهو. الراجل اللي كان شغال معايا اللي عمل داتا تيست دوت، وانا الشغل بتاعه اهو، يبقى في اتنين ريبورتين اهم، انما نفس السيمانتك موديل، سيمانتك موديل واحد انما ريبورتين مختلفين اهو. لو جينا دخلنا على داتا تيست كده، هتلاقي الكولم تشارت اللي احنا كنا ايه انشأناه. طب انا اقدر اعرف ان نفس السيمانتك موديل وفي ريبورتين عليه، ومش مضطر ان انا كل شويه امبورت داتا من اول وجديد والكلام ده كله. اقدر اعرف منين؟ في اوبشن هنا جميل قوي من باور بي اي، اسمه ايه؟ اسمه لينج فيو. لو جينا دوسنا عليه، هيجي يوريك التفاصيل بتاعت الموضوع كله. بص كده معايا، سيبك طبعا من سوبر ستور هنا وكوتونيل والكلام ده كله، احنا عايزين نركز على ايه؟ السيلز داتا اهو. بالنسبه لاول حاجه الفولدر، بيقول لك الداتا جت منين، من انهي فولدر، وبتشوف اللوكيشن بتاعها. بعد كده بيقول لك السيمانتك موديل، الموديل بقى اللي هو اشتغل عليه، يعني هو اشتغل على موديل واحد، سيمانتك موديل معين، تمام، واستراكشر لداتا معينه، وطلع منه ايه؟ طلع منه ريبورتين. شوف انهي ريبورت انت عايزه. اقدر اخش هنا عشان خاطر اشوف الريبورت ده، او اقدر اخش هنا عشان اشوف الريبورت ده. باذن الله عز وجل في الفيديوهات الجايه هنكتشف اكتر في الباور بي اي سيرفيس. انا كنت عايز ادخلك كده وتشوف شكله عامل ازاي من جوه، عشان خاطر تبدا تستكشفه، عشان قدام هنبدا نشتغل على الباور بي اي سيرفيس باذن الله عز وجل. الاول بس محتاجين نظبط كام حاجه لسه جوه الباور بي اي ديسكتوب، وفي كام حاجه لسه محتاجين نتعلمهم جوه الباور بي اي ديسكتوب. وبعد كده ان شاء الله هنخش جوه الباور بي اي سيرفيس، عشان خاطر واحده من الحاجات الاساسيه اللي لازم نتعلمها باور بي اي سيرفيس، عشان خاطر في ليله كبيره جوه الباور بي اي سيرفيس. وخصوصا لو انت حبيت تنتقل بعد كده ان شاء الله ان انت تتعلم داتا انجينير وتتعمق اكتر في داتا انجينير، فمحتاج تبقى فاهم الباور بي اي سيرفيس. المره دي مش هيبقى فيه تاسك، لان انا المره دي عايزك تطبق اللي انا طبقته، وتجرب على الدايركت كويري، وتجرب تجيب داتا فروم امبورت، وتجرب تجيب داتا من اللايف مود، وتخش جوه الباور بي اي سيرفيس. لو الباور بي اي سيرفيس مش متفعل عندك، روح كريت لك اكونت فري ترايل عادي مفيش مشكله، وانشئه وجرب خش جواه واعمل نفس اللي احنا عملناه السيمنتك موديل والكلام ده كله. ده اللي انا عايزه منك المره دي، مش عايز منك ان انت ايه تعمل تاسك جديد. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه. شكرا لوقتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.